اهلا بيك في حلقة جديدة. حلقة النهاردة هنعرف فيها الموعد المباراة اللي جاية بين الشقيقين المنتخب الجزائري والمنتخب العراقي، المباراة اللي هتكون فاصلة على فوز المنتخب الجزائري. لو فاز هيتأهل بجانب المنتخب العراقي، لأن المنتخب العراقي رسميا تأهل خلاص للدور اللي جاي. فالمباراة دي لو المنتخب الجزائري فاز فيها هيتأهل بجانب المنتخب العراقي. هنشوف في الفيديو ده موعد المباراة، التوقيت والقنوات الناقلة، وهنشوف كمان بعض الجولات اللي فاتت ونعرف نتائج المنتخبين في الثلاث او في الجولتين اللي فاتوا. فقبل ما نعرف شوية التفاصيل دول، في لايك وفي اشتراك وفعل الجرس عشان تكون موجود معايا دايما. لو انت اول مرة تشوفنا، احنا قناة بننزل كل مواعيد المباريات، تحليل المباريات، هننزل كل بعد اي مباراة، دوري انجليزي، دوري اسباني، دوري ابطال اوروبا اللي شغال حاليا، كل ده بننزله بعد انتهاء المباريات. فتابعنا اول باول عشان تكون موجود معانا في كل الفيديوهات. ويلا نبدأ. عندك بالنسبة للمنتخب الجزائري، هنبدأ بيه. المنتخب الجزائري أول جولة خالص خاض مباراة أمام السودان، كانت مباراة تقيلة جدا على المنتخب الجزائري، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. المنتخب الجزائري ما قدرش يسجل في المباراة دي، خلصت بالتعادل وخد المنتخب الجزائري نقطة والمنتخب السوداني نقطة، علشان يجي في الجولة التانية ينفجر أمام البحرين بنتيجة كبيرة جدا، يفوز على البحرين 5 أهداف مقابل هدف وحيد. كانت نتيجة كبيرة بأداء فوق المتوقع من المنتخب الجزائري، بأداء كويس جدا، بأداء رائع. شفنا متعة كروية في المباراة دي. علشان في الناحية التانية في الجولة الأولى للمنتخب العراقي، يفوز أول مبارياته على المنتخب البحرين ب2-1. كانت مباراة كويسة، المنتخب العراقي أثبت حضوره من أول جولة فخد أول 3 نقاط، علشان في الجولة التانية برضو يفوز على السودان بنتيجة 2-0، وبكده المنتخب العراقي بالعلامة الكاملة 6 نقاط متصدر مجموعته. لسه المباراة اللي جاية لو فاز هو كده كده تأهل، بس لو فاز المنتخب الجزائري يتأهل بجانبه. يعني ترتيب المجموعة دلوقتي: المنتخب العراقي متصدر ب6 نقاط، يليه في المركز الثاني على طول المنتخب الجزائري ب4 نقاط، السودان في المركز الثالث بنقطة وحيدة، البحرين في المركز الأخير ب0 من نقاط. المنتخب الجزائري أو المنتخب السوداني اعتذر، لو فاز في المباراة اللي جاية أمام البحرين والمنتخب الجزائري خسر، المنتخب السوداني هو اللي يتأهل بجانب المنتخب العراقي. بالنسبة للقنوات اللي ناقلة، عندنا قنوات كتير جدا. عندك عمان الرياضية، بي ان سبورت، دبي الرياضية، منصة شاشة، الكويت الرياضية، الشرقية الرياضية، الشرقة الرياضية، قنوات الكأس، قنوات ابو ظبي الرياضية. عندنا قنوات كتير نقدر نتفرج على المباراة من خلالها. المباراة بالنسبة لموعد المباراة هيكون يوم الثلاثاء الموافق 9/12، يكون بإذن الله الساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية واليمن. بإذن الله توقع معايا نتيجة المباراة، وبإذن الله المنتخب الجزائري يتأهل بجانب المنتخب العراقي. وتوقع نتيجة المباراة، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تكون معايا دايما. سلام.